تستأنف اليوم منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي من 2023 إلى 2024 بمواجهة من العيار الثقيل، إذ يحتضن ملعب إيبيروستار مباراة ريال مايوركا ضد برشلونة 10:30 مساء. يتمنى برشلونة مواصلة صدارة الدوري الإسباني للحفاظ على اللقب في نهاية الموسم الجار، مستغلا تعثر منافسه ريال مدريد في الديربي أمام أتلتيكو والخسارة بنتيجة من 3-1 في قمة الجولة السادسة من الليغا. يتربع برشلونة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف عن الوصيف جيرونا، فيما يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 15 نقطة، في الوقت الذي يحتل فيه مايوركا المركز ال16 برصيد 4 نقاط فقط. ويتواجد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني فريق جيرونا مفاجأة الموسم برصيد 16 نقطة، هو الآخر وبفارق هدف عن برشلونة بعد الفوز في 5 مباريات والتعادل في 1 وعدم تلقي أي خسائر وتسجيل 16 هدفا وتلقي 7. ويحل ريال مدريد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة ويفرط الصدارة لغريمه اللدود برشلونة بعدما سقط أمام أتلتيكو مدريد ليتوقف انتصاراته عند 5 مباريات والخسارة في 1 وتسجيل 11 وتلقي 6 أهداف. وتواجد فريق أتلتيك بلباو في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 1 والتعادل في مثلها وتسجيل 11 هدفا وتلقي 4. ويأتي فريق أتلتيكو مدريد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 1 وخسارة مثلها وتسجيل 13 هدفا وتلقي 5. وسادسا حل نادي فالنسيا بالمركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 1 وخسارة 2 وتسجيل 9 أهداف وتلقي 6. جدول ترتيب الدوري الإسباني. يأتي ترتيب الدوري الإسباني كالتالي: 1 برشلونة 16 نقطة، 2 جيرونا 16 نقطة، 3 ريال مدريد 15 نقطة، 4 أتلتيك بلباو 13 نقطة، 5 أتلتيكو مدريد 10 نقاط، 6 فالنسيا 10 نقاط، 7 ريو فايكانو 7 نقاط، 8 ريال سوسيداد 9 نقاط، 9 قادش 8 نقاط، 10 ريال بيتيس 8 نقاط، 11 أوساسونا 7 نقاط، 12 فياريال 7 نقاط، 13 ختافي 7 نقاط، 14 ألافيس 6 نقاط، 15 لأس بالماس 5 نقاط، 16 مايوركا 5 نقاط، 17 إشبيلية 4 نقاط، 18 سيلتا فيجو 4 نقاط، 19 غرناطة 3 نقاط، 20 الميريا نقطتان.